يا صاحبي مالك يا صاحبي؟ يعني زعلان تعبان مخنوق متضايق من اللي حصل امبارح وخساره نقطتين؟ هنتكلم في كل حاجه، ولكن بص يا صاحبي، الناس كلها سابت الحوار كله والدنيا كلها وراحت مسكت في احمد عيد وفي محمد الشناوي، ومسكت كمان في احمد نبيل كوكا، وسابت الاهم بالنسبه لنا وهو المدير الفني والخطط والشكل والتكتيك وكل حاجه. كل ده هنتكلم فيه واحنا ماشيين، وشويه اخبار كده على المشي هنتكلم فيها سريعا. ولكن ما تنساش في البدايه الصلاه والسلام على رسول الكريم على افضل الصلاه والسلام. انا معاك اشرف المصري، وما تنساش تعمل لينا لايك وتدعي لاخواتنا في ارض العزه وفي السودان ان شاء الله باذن الله. بص يا عم، احنا عندنا مشاكل كبيره جدا جدا موجوده داخل الفرقه في النادي الاهلي. المشاكل دي يعني تتلخص في مدير فني كان مفروض ان هو يبين لي بعض الكرامات اللي كانت تبقى موجوده في كاس مصر مثلا، بعض الكرامات تبقى موجوده في كاس الرابطه مثلا. انا عارف ان انت ما كانش معاه اللعيبه الاساسيه، عارف كل حاجه، عارف ان هو كان معاه مجموعه من اللعيبه كانت غايبه عنه، بس انا عايز اشوف بصمه مدرب مع ناس كانت موجوده. الاكبر من ده ان لما الفريق بتاعك او اللعيبه بتاعتك الاساسيه رجعت، كلهم لعبوا مره واحده وحذفتهم جوه الملعب مره واحده بدون الاستعانه باللعيبه اللي كانت موجوده معاك على مدار شهرين ثلاثه، كانوا بيتدربوا معاك واللعيبه دي مش موجوده. فبالتالي يعني نقطه نظام او نقطه عقل او اي يعني اي انجاز انت عايز تحسبها تحسبها، مفترض على الاقل ثلاث اربع لعيبه من اللي كانوا معاك دول او اللي انت بتحفظهم حاجه كانوا يكونوا موجودين معاك عشان يشيلوا الفرقه. ولكن برضه مش دي نقطتنا ومش دي النقطه اللي احنا هنتكلم عليها. انا حسيت امبارح في الماتش بتاع امبارح ان احنا كان عندنا ديجافو. عارف انت الديجافو اللي هو ايه؟ اللي هو الحاجه دي انا شفتها قبل كده، مدت ايدي الشناوي دي، لا انا شفتها قبل كده، يعني انا هرجع اتكلم عليها تاني وانا شايفها قبل كده، وانا حاسس ان انا اتكلمت عليها قبل كده. طيب ما فيش عرضيات من ناحيه اليمين، انا حاسس ان انا اتكلمت عن النقطه دي قبل كده. ما فيش حد بديل لمحمد هاني، انا حاسس ان انا اتكلمت عن الكلام ده قبل كده. طب احمد نبيل كوكا ما بيلعبش وما فيش عرضيات ولا حول ولا قوه الا بالله، انا حاسس ان انا اتكلمت ده. يعني الحاجات دي حصلت قبل ده، مش اول مره تحصل. الارتوهات بتاعت محمود حسن تريزيجيه طوال اللقاء لحد الحمد لله ما ربنا رزقه، انا حاسس ان انا اتكلمت. محمد علي بن رمضان وعدم السرعه انا حاسس برضه ان انا اتكلمت. يعني في حاجات كتير كده احنا حاسس. حتى اصابه زيزو يا جدع انا حاسس ان انا اتكلمت عليها قبل كده. يعني زيزو قبل كده كان نزل الملعب وهو كان حاسس ان هو مصاب، فنزل اتصاب جوه الملعب وطلع. بعد الماتش اللي فات قال لك زيزو عنده شد ومش هيلعب وهيكون خارج القائمه، فاتفاجئنا النهارده زيزو بيلعب والشوط الاولاني برضه بيتصاب زيزو وبيطلع بره الملعب. يعني انا حاسس ان انا قلت الكلام ده في ديجافو في القصه، في حاجه غلط كده في القصه حصلت. ما علينا، خلينا ايه نروح كده ايه لشويه حاجات برضه نتكلم فيها سريعا. احنا امبارح ناس كتير راحت اتكلمت عن كاموش وقالوا ان كاموش ده مش هينفع يكون مدرب يعني مهاجم النادي الاهلي، وان الراجل ما بيعرفش يلعب ومش عارف ايه والكلام ده. لسه كمان النهارده يعني في ناس كتير بتتكلم عليه وجايبين كلام من المدرب، انا ما اعرفش ازاي يعني ان المدرب بيقول ان هو مش محتاج كاموش. يعني انا ما اعرفش ازاي ان المدرب بيقول كده. انا عرفت ان المدرب لما مش حابب بالعمري حسب كلامهم هم ما لعبش بالعمري، فبالتالي هو لو مش هو اللي جاب كاموش يبقى برضه ما كانش هيلعبه. يعني القصه بسيطه خالص والموضوع بسيط جدا يعني. ولكن احنا شفنا كاموش يعني جه من يومين النادي الاهلي لعب النهارده، فبالتالي انا ما اقدرش اشيل الراجل ده ولا اقدر اقول للراجل ده حلو ولا وحش. احنا عندنا بند فيه العقد بتاعه، والله لو ادى معانا لو سجل معانا 15 هدف في الاربع شهور الجايين دول، لو الراجل قدر ان هو يثبت نفسه هنشتريه. ما قدرش يثبت نفسه هيرجع مره ثانيه، وساعتها انت عندك جراديشار طالع اعاره تقدر ترجعه مره ثانيه نامن عليه ويرجع. لو انا ما عرفتش حتى اجيب مهاجم قوي، وان كنت اتمنى مهاجم غير ده وغير ده يعني يكون حاجه قويه، واتمنى كمان ان كان مش يصدمني الفتره اللي جايه ويعني يطلع نار والاقي هو ده المهاجم اللي انا امسك فيه. وسام ابو علي اول ما جه يا جماعه كنا بنتكلم عليه ان هو ما ينفعش النادي الاهلي. ارجع بس كده لوسام وانه كان بينزل 10 دقائق وربع ساعه وكان موديست كان بيلعب عليه، فيعني افتكر كده وايه اللي كان بيحصل. طيب خلينا نشوف كده المدرب بتاعنا. هل المدرب بتاعنا اقنعنا الفتره الاخيره بشكل عام؟ هل المدرب بتاعنا ادانا الشكل بتاعنا اللي احنا عايزينه؟ بص يا عم، المدرب بتاعنا اللي موجود ده انا من وجهه نظري لازم تحضر مدرب. انا الكلام ده اتكلمت فيه من فتره مش من دلوقتي، انا اتكلمت فيه حوالي من شهر ولا حاجه عندي على الفيسبوك وقلنا الكلام ده. لازم تكون محضر مدرب من دلوقتي لعل وعسى ان انت ممكن تحتاجه في اي وقت. لازم يكون عندك شويه سيفيهات شويه حاجات تبدا ان انت تبص كده علشان يكون عندك خطط مستقبليه اللي هيحصل. المدرب بتاعنا ده لعب على التحولات او زي ما احنا بنتكلم كده على المرتدات الفتره الاخيره امام يانج افريكانز مرتين، امام وادي دجله لعبت على التحولات، فكنت بتسيب الكره للفرقه اللي قدامك، فانت كنت بتعرف تلعب جيد جدا على الكره لما بتيجي تقطعها وتلعب على السرعات. اللي حصل معاك بقى في البنك الاهلي ان هم رموك الكوره، ولما رموا لك الكوره بان ان انت ما عندكش اي كوره خالص، بان ان انت بس كنت محافظ على التحولات والكوره السريعه، لكن مش محافظ ان انا لو هبدا هجمه او معايا الكوره هعمل ايه. وبالتالي دي كانت المشكله الكبيره اللي كانت بتواجهنا امام نادي البنك الاهلي وامام المدرب بتاع البنك الاهلي المدرب المحترم ايمن الرمادي. ولكن هي مش مشكله في ايمن الرمادي، هي المشكله كلها كانت في البنك الاهلي. هي دي ماتشاتنا يعني، حتى الديجافو وصل للبنك الاهلي واحد واحد يعني. هو هي مقفوله ديجافو في كل حاجه. ما علينا. طيب لو احنا جينا بصينا نشوف عندنا حساباتنا والاجانب اللي موجوده، يعني مجموعه الاجانب اللي موجوده عندي، انا عندي 5 اجانب. مين هم؟ انا عندي محمد علي بن رمضان، عندي اليو ديانج، عندي اشرف بن شرقي، وعندي كمان كاموش اللي لسه جاي، وكمان عندي بالعمري. عندي 5 لاعبين اجانب موجودين حاليا، وكمان عندي اشرف بن شرقي لسه مشيش، اشرف داري لسه مشيش لحد دلوقتي. يعني ربنا يستر في قصه اشرف داري دي عشان ندخل في حوار كبير لو ما مشيش اشرف داري في ال3 4 ايام اللي جايين.
انا عندي 5 محترفين اجانب، بالاضافه ان انا عندي ناس بره اساسا معاره برضو اجانب، سواء كان كريستو او رضا سليم، يعني فانا وجرادشار 3. فبالتالي انت اصلا عندك مجموع 8 وواحد كمان عندك اشرف داري 9. المجموع كبير جدا. لكن خلينا في ال5 الموجودين. هل ال5 الموجودين دول هم ال5 اللي يقدروا يبداوا معاك اساسي الفتره اللي جايه؟ اتمنى. يعني ديانج خلاص، انت هنتكلم ان هو في اللحظات والشهور الاخيره هيمشي من النادي الاهلي. محمد علي برمضان الناس تقول لك اصله مش متاقلم، اصله مش عارف ايه. لا، انا لو عندي مدرب يعرف يطلع محمد علي برمضان يطلع منه حاجات كتير. مش عارف يطلع منه، يبقى كان لما كان جاله العرض بتاع ليبيا كان يتكل على الله ويمشي وريحنا دماغنا، عشان مش ندخل في حوارات ملهاش اي صنف لازمه. كاموش فهو كده كده مكمل معاك لنهايه الموسم. طب هل ده هيدينا او هيأدي بينا او يوصل بينا ان احنا ممكن ما ناخدش اي بطولات ونطلع موسم صفري وبالتالي يلحر المدرب؟ يعني انا ما اعرفش بقى، هل يرحل ما يرحلش ولا لا؟ طب هل نوصل موسم صفر؟ انا عمري ما اعتقد ولا عمري ما اتصور ان النادي الاهلي يخرج موسم صفري. يعني انا بيني وبين نفسي كده لما اقعد افكر، مستحيل افكر ان النادي الاهلي ممكن يخرج موسم صفر الموسم ده. لا، انا ما عنديش غير الدوري، ما عنديش غير دوري ابطال افريقيا لازم اخده. المدرب بتاعنا يطلع يقول اصل كوكا بقى هو اللاعب الاساسي موجود عندي، اصل احمد عيد هو مش عارف ايه، فانا كنت عايز اريح. انا ماليش علاقه، ماليش علاقه بالكلام ده خالص. انا عندي مشكله دفاعيه موجوده عندي في النادي الاهلي. المشكله الدفاعيه بتقول ان انا دخل فيها 15 هدف من 14 لقاء. عندي حارس مرمى هو اللي بيلعب في الدوري. يعني انا يعني شكرا والف الف كتر خيرك، واحنا بنحبك جدا جدا، واكتر واحد بحبه جوه النادي الاهلي محمد شناوي. اركن معلش الفتره دي، ولو شوبير غلط اركن معلش الفتره دي. عندي حراس ثانيه ياخدوا المهمه، ما عنديش ادنى مشكله. ولكن بالشكل اللي احنا شايفينه الوضع سيء جدا. انا عندي مشكله دفاعيه. المشكله الدفاعيه عشان احلها رحت جبت مجموعه من اللعيبه في الناحيه الدفاعيه زي عمرو الجزار وزي هادي رياض وزي بالعمري واحمد عيد. انا جبت 4. ال4 لعب منهم واحد فقط لا غير، هو احمد عيد، عشان الراجل بس كان جاي لي من منتخب مصر وكان بيلعب ساعتها مع محمد هاني او لعب لقاء على محمد هاني، فانا عايز اريح هاني فحطيته. طب بالنسبه للناس الثانيه، ما بيكهام عنده مصايب وشفناها، ياسين مرعب عنده مصايب وشفناها، وبناء عليه احنا رحنا جبنا 2 لعيبه اللي هو عمرو الجزار وهادي رياض. لا ما خدناهمش في القلاص فمش هيكونوا موجودين. انا ما اعرفش ليه، يعني بصراحه ما اكذبش عليك. لازم احل المشكله الدفاعيه اللي موجوده عندي، لازم اعترف بيها الاول عشان اقدر احلها. لكن ما اقولش انا مش هقدر اخد بطوله وانا عندي مشاكل دفاعيه، ثم لما نجيب لك لعيبه دفاعيين تقول لا اصل انا مش هلعبهم، اصل اللعيبه اللي عندي افضل. امال ايه بقى اللي كان حصل؟ امال انت جبتهم ليه اصلا؟ يعني انا عايز افهم بس. امال انت ليه طلبت ان انت يكون عندك لعيبه تكون موجوده في الناحيه الدفاعيه؟ لو احنا اتكلمنا عن تريزيجيه امبارح، تريزيجيه امبارح كان من افضل اللعيبه وكان يستحق ياخد افضل لاعب. ولكن انا عندي مشكله مع تريزيجيه. الارتو اللي انت بتعملها كتير دي مخنقه، مخنقه بجد. هي بتيجي واحده، هات واحده اللي هي اللي لازم انها تيجي دي. اتمنى انها ان انت تلعبها وبس، مش 15 واحده يكون معاك لعيبه فاضيه وتروح انت. يعني هو كتر خيرك ان انت بتحاول تعمل كل حاجه، كتر خيرك بتعمل ادوار كل الناس اللي موجوده جوه الملعب، ده كتر خيرك فيه. ولكن انا مش عايز ده. انا مش عايز كل حاجه اعتمد عليك انت، مش عايز كل كوره معتمد عليك انت اللي تطلع عليها وانت اللي تروح وانت اللي تنقص وانت اللي تعدي وانت اللي تشوط وانت اللي تسجل. لا، يعني في لعيبه معاك في الفرقه، لما في كور ينفع تشوطها وفي كور ما ينفعش تشوطها. اكتر من كوره امبارح كان ينفع تباص لكن انت ما عملتش الباص ده، فبالتالي يعني ضيعت فرص كتير. لكن في نفس الوقت انا لو انت ما سجلتش مين هيسجل؟ يعني انا ما اعرفش بصراحه بجد. لو تريزيجيه ما سجلش مين هيسجل جوه الفرقه؟ كل حاجه حاطط بصمته فيها. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق، ولكن اتمنى كمان يبص على اللعيبه اللي معاه. بلاش تحط على نفسك ضغط، عشان الهدف امبارح لو ما كانش جه كان الجمهور كله هيشيل غضبه من على محمد شناوي واحمد عيد والرجاله اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول دي، وكان هيرمي غضبه كله عليك. فنتمنى ان انت تلاحظ النقطه دي وتاخد بالك منها. نقطه برضو تانية، احمد عبد القادر هو خلاص رحل من النادي الاهلي، راح لنادي الكرامه العراقي. ربنا يوفقه كل حاجه. النادي الاهلي باعه ب 250 الف دولار، في يعني مقابل ان هو ايه، لو هيرجع الدوري المصري تاني مش عارف ليه نسبه 20% احقيه شراء للنادي الاهلي. حوارات كده هتحصل. المهم احمد عبد القادر هيلف لفته وهيرجع الدوري المصري. زمالك بقى بيراميدز ايا كان هيرجع لمين هو مش هيفرق معانا، لان يعني ايه اللي ما خدتش الشعره تاخدهم ولا ما تاخدهاش القرعه تاخدهم الشعور، ايا كان يعني اللي هيحصل يعني. ولكن الراجل كان عنده فرصه واثنين وثلاثه عشان لا حس الجزم احمد عبد القادر. انا اسف والله يعني، بس في كده ناس لا يعني لا حس الجزم، انا ما اعرفش ليه راح قال لك اصل مش عارف انت سبت مين ومشيت مين. يا عم الراجل ده كان موجود في عهد كولر، عماد النحاس، ريبيرو، وادي المدرب الرابع، والاربعه ما اعتمدوش عليه ولا شافوا ان هو يقدر يلعب، لانه ما كانش عايز يلعب، ما كانش عايز يأدي في التدريبات عشان يكون موجود. فبالتالي نقطه من اول السطر هو اللي حكم على نفسه. وحتى لما خرج سنه اعاره بره عمل ايه؟ رجع عندك وبيتكل على الله. عامل زي بيرسي تاو كده لما كان موجود دلوقتي بيلعب في الدوري مش عارف الفلبيني ولا يعني حاجه كده في اخر الدنيا، يعني سبحان الله يعني. طيب برضو نقطه اخيره او قبل اخيره بقى نتكلم فيها عن امام عاشور. امام عاشور الراجل يعني حصل معاه اللي حصل من جمهور النادي الاهلي امبارح. امام عاشور لو هتاثر يلا غور والكلام ده. فالوكيل بتاعه راح طالع قال لك اصل احنا عندنا عرض من نادي لينس الفرنسي ومهيب عبد الهادي، ومهيب عبد الهادي اصلا صاحب امام وصاحب معظم اللعيبه. فامام عاشور اصلا ساعه المشكله بتاعته طلع قال لك انا الوكيل بتاعي ما عادش ادم وطني خلاص، وانا فضيت الشراكه وما عادش موجود. فيطلع ادم وطني مع احمد، مع الاستاذ مع الكابتن احمد شوبير اللي قال ان امام عاشور فض الشراكه مع احمد مع ادم وطني، هو اللي جاب ادم وطني وساله قال له اصلا كان في عرض من ننسى. فيطلع بقى الحوار ايه؟ يطلع ان ادم وطني هو اللي بعت الفاكس للنادي الاهلي باسم وعنوان وايميل ادم وطني على ان لينس عايز تعرف هو ياخد كام. يعني لينس اساسا او فريق لينس ما بعتش اي حاجه خالص،
ما بعتش اي حاجه خالص النادي الاهلي، اللي بعت ادم وطني. كل ده ليه؟ اصل في هجمه اليومين دول على امام عاشور. خلاص يا باشا عايز تمشي، اقسم بالله انا قلتها من الاول، غور، اللي عايز يمشي يغور. لما طلع قال لك اصل ادم وطني ما عادش وكيلي، كذب من الاخر يعني. قال لك ساعه لما كان تعبان ويعني الحمد لله ربنا شفاه، قال لك انا هطلع بعد ما اخف ومش عارف ايه وبتاع، هقول ان ادم وطني اللي ما ينفعش اللي بيعملوا الكلام ده. ما طلعش، قلت لك مش هيطلع مش هيعمل، خلاص. هو عايز يمشي يغور يا باشا، زي ما جمهور النادي الاهلي قال امبارح، امام عاشور هتاثر وعايز تمشي غور. سهله وبسيطه ونقطه من اول السطر. اخر حاجه خالص، النادي الاهلي كان راح يجيب عرض، او كان راح يجيب لاعب من احد الدوريات. اللاعب ده اعتقد سيراليوني، راح يجيبه، هو لاعب تحت سن، كان راح يجيبه وبعدين بعت عرض رسمي للنادي بتاعه. العرض الرسمي ده بقدره قادر اتحول الى نادي بيراميدز، وراح العرض الرسمي كامل، ايا كان بقى مين بقى اللي حول العرض ده كامل لنادي بيراميدز. وبدا نادي بيراميدز يدخل معاك في الخطوه دي. هو جاب 2 لعيبه تحت سن، الاهلي كان داخل في ال2 لعيبه دول، وراح للثالث اللي النادي الاهلي برضه داخل فيه. شيل اشرب اشرب، انت اللي هتعبي، عندك لعيبه كتير وانت اللي بتدفع، وانت يعني بسم الله ما شاء الله فلوسكم زي الرز، زي الرز، دول الخليج ومش عارف ايه بتاع، والفلوس جايه زي الرز، فحط اللي انت عايز تحطه. وهو احنا كده كده عارفين من البدايه ان هو جاي ضد النادي الاهلي وهدنك ضد النادي الاهلي. بس افتكر، كل الناس اللي المنظومه الموجوده داخل بيراميدز دي في الاخر هتترمي في الشارع، النهارده بكره بعده كل ده هيترمي في الشارع. فيعني الموضوع سهل وبسيط كده، وبكره كده ايه هتلمهم قناه ام بي سي وبتاع مش عارف ايه والحوارات دي كلها، وهيبداوا يقعدوا ان هم يتكلموا ويهللوا بقى وايه، ويخشوا بقى رسمي كده في النادي الاهلي وحوارات كده. فخلينا احنا هنقعد نتفرج ساعتها وهنقعد نشوف. ادفع يا باشا، واحد عنده حنفيه وشغاله ميه والناس عماله تعبي منها وتحط، هم احرار، كل واحد حر، كل واحد حر بيحط في صحيفته زي ما هو عايز يحط. وخلص الموضوع بتاعنا وخلصت حواراتنا وخلص الفيديو بتاعنا. وما تنساش في نهايه الفيديو تصلي وتسلم على رسول الكريم. والماتش اللي جاي للنادي الاهلي امام شباب القبائل في دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله باذن الله نكون احسن، نكون افضل. ماتش هيكون في الجزائر، ان شاء الله باذن الله يكون على خير. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نفوز هناك عشان نخلص من قصه دوري ابطال افريقيا، ونبدا نشوف بقى الماتش الاخير امام الجيش الملكي، نريح بعض اللعيبه او حاجه، عشان خاطر كده كده انت هتكون صعدت ان شاء الله باذن الله ساعتها رسمي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.